المنتج الامريكي باف ديدي اللي كانوا لقاو عنده الاف القراعي ديال زيت الاطفال. شحال خايبه بزاف تكون عندك واحد الشركه اللي انت خدام عليها وخدام كتبني في السمعه ديالها لمده اعوام وكتحافظ على السمعه وكتكسب الثقه ديال الملايين ديال الاشخاص، وفي الاخر يجي واحد الخبر اللي داير واحد الفتنه وتلقى راسك انت وسط منه بلا ما تعرف. هذا الشيء بالضبط هو اللي طرا للشركه ديال جونسون اللي لقات راسها مخشيه وسط واحد الفتنه ديال داك المنتج الامريكي باف ديدي اللي كانوا لقاو عنده الاف القراعي ديال زيت الاطفال. هذا الشيء كيجي بلا ما كتكون الشركه مخططه ليه، هو اللي كيتسمى الامبلاند بابليسيتي. واخا تكون الشركه ما عندها حتى شي دخل في هذا الشيء وماشي هي السبب، ولكن التاثير ديال هاد لي نيوز كيدخل الشركه في واحد الدوامه ديال الاحداث السلبيه واللي تقدر تفقد فيها السمعه ديالها وتفقد كذلك الثقه ديال المستهلكين ديال المنتجات ديالها. ولكن السؤال المطروح هنايا هو كيفاش كتخرج هذه الشركات الكبيره من هذه الازمات اللي واخا هي كتكون ما عندها حتى شي دخل فيها. وهنا كيجي الدور ديال ريبيتيشن مانجمنت، ولا اللي كنقولوا ليه الاداره ديال السمعه ديال ديك الشركه. الشركات اللي كيفهموا في التسويق مزيان دغيا كيديروا لي رياكسيون ديالهم وكيتفاعلوا مع فحال هاد المواقف باش كيبينوا الحقيقه وكيبينوا الموقف ديالهم من هاد الاخبار السلبيه اللي كتاثر على السمعه ديالهم، وكيطلقوا دي كومبان دو سنسيبيليزاسيون وكيركزوا بزاف على الايجابيات ديال داك البرودوي بالضبط اللي كان في وسط داك المشكل، ويقلبوا كاع دوك الاحداث السلبيه والاخبار السلبيه اللي متعلقه بداك لي برودوي ديالهم بالسمعه ديالهم لفرص جديده باش يقدروا يزيدوا من لو شيفر دافير ديالهم. درت هذا الفيديو بالضبط باش نقول لك باللي الماركتينغ راه ماشي هو لي بوبليسيتي، ماشي هو انك كيفاش تبيع اونلاين، ماشي هو انك تخدم مع ناس، ولكن هو ان كيفاش تجيري فحال هاد المواقف اللي كطيح فيهم فحال هاد لي سيركونستانس، وكيفاش انك تخرج منهم رابح. سينو كتولي في واحد المشكل اللي كبير اللي كيقيس السمعه ديال الشركه ديالك واللي تقدر تخسر فيها بزاف ديال الفلوس.